كلامك يعني ايه يا محمد؟ يعني وانا فين؟ يعني ايه يا محمد ما سيبش الشغل؟ مش فاهمه قصدك. فاكر لما كنت بتقول لي يعني انت عايزه تخدمي وانا عايش يا ناهد؟ اتجنيتي ولا ايه؟ لا طبعا يا ناهد، مفيش الكلام ده. هو انا عشان ده كلها كام شهر وهنقوم. فيها ايه يا محمد؟ هو الشغل مش عيب يا لا محمد؟ مش الشغل مش عيب، بس هي الفكره انا مراتي ما تشتغلش يا ستي، انا كلها كام شهر واقوم بالسلامه وادير البيت كلها، بس عشان الوعي اللي انا وقعتها والحادثه اللي انا عملتها دي، معلش. وقتي تقول لي مش هينفع اقعد؟ هو انت نسيت الكلام اللي كنت بتقوله ولا ايه؟ انا مش فاهماك، ولا انت استحليت القعده؟ لا مش ناس ولا حاجه، بس انت قصدك ايه يعني؟ انت بتتكلمي كده يعني بناء عن ايه بتتكلمي كده؟ وبعدين يا ستي ايه يعني؟ ايه يعني ما تساعديني؟ ما تساعديني، ايه المشكله؟ ما كل واحده بتساعد جوزها. مش قصه اللي انا استحليتها ولا قصه اللي انت بتقوليه ده، هي القصه كلها اللي انا لقيت فيه دخل وبتساعديني. انت كده بتخلي البيت ينهار يا ناهد، وبتخلي كده في مشاكل، وهيبقى في مشاكل لو انت ما وافقتيش على كلامي. دلوقتي البيت ينهار يا محمد؟ ينهار، واللي انا اقوله يمشي. سامعاني ولا لا؟ اسمعي، اللي انا عندي قلته، اللي عندي قلته، خلاص. انا اخش انام، الموضوع ده ما انفتحش تاني يا ناهد. هتزعليني مني، ولو انا زعلت فكري بقى. محمد انا ايديا باشت يا محمد. سلام يا ناهد. يا خساره، ده جزاتي. يعني انا وقفت جنبك في الاخر ده جزاتي؟ تقعد في البيت وانا اشتغل؟ ده انا ايديا باشت من غسيل الحيطان والسجاد. الله يسامحك يا محمد. ظهرت على حقيقتك يا محمد للأسف، بس متأخر قوي. كنتش عايز نشتغل ودلوقتي مش عايز نقعد. ده انا ايديا دي باشت من غسيل الحيطان والسجاد، ده غير الخدمة في البيت عندي وغير الخدمة في البيوت، مرمطة. بدل ما يقولي كفاية كده عليكي، شايلاني وشايلة البيت، يقولي كفاية بعد ما قام بالسلامة. استحلى القعدة. فعلا أنا اللي غلطانة، عشان أنا طلعت إن أنا بعد ده كله طلعت أنا اللي غلطانة فعلا حقيقي.